مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة والمواطن المصري، وكل عام حضراتكم بألف خير. طبعا مع اقتراب الأعياد، عيد القيامة المجيد وأيضا عيد الفطر، يا رب أيام سعيدة ومجيدة على كل مشاهدينا. معانا تقارير كتيرة ومختلفة أتمنى كلها تنال إعجابكم، لكن خلينا نبدأ بأهم العناوين. توسعات في إصدار تصاريح العمل لأول مرة للعاملين بالخارج بكافة دول العالم عبر موقع الوزارة. وزارة الداخلية تواصل تنظيم ورش عمل تدريبية للكوادر الإدارية لعدد من الوزارات تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول. وأخيرا، وزارة الداخلية تشارك الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم. برحب بحضراتكم. الحقيقة أن الدولة المصرية بتنتهج نهج غير عادي واتجاه حقيقي نحو التحول الرقمي، ووزارة الداخلية بتنتهج نفس هذا النهج علشان تسهل على المواطن المصري حياته. والحقيقة شهدت آليات استخراج تصاريح العمل بوزارة الداخلية تطور كبير والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فبالإضافة إلى إتاحة تجديد تصاريح العمل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، استحدثت الوزارة خدمة استخراج تصاريح العمل للعاملين بالخارج عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وبدأت الخدمة ل 12 دولة فقط، لكنها امتدت وتوسعت علشان تشمل كل دول العالم، وده من خلال طبعا خطوات بسيطة وسهلة وميسرة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. وبيتم إرسال تصريح لطالبه على العنوان المحدد على البريد المصري أو حتى على الهاتف المحمول عبر خدمة الQR كود، وده طبعا يعني دون الحاجة للتوجه لمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل أو فروعها الجغرافية علشان يستلم التصريح. وده طبعا بيوفر على طالب الخدمة عناء الانتقال أو إن هو يكون بيروح مشاوير بعيدة عنه. وده طبعا زي ما قلنا بيتسق مع فكر الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي. 47 وحدة لتصاريح العمل على مستوى جمهورية مصر العربية، ومقر الإدارة بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة لتقديم خدمة استخراج تصاريح العمل بشكل حضاري وميسر جدا، إضافة طبعا زي ما قلنا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. وهذا التطوير اللي بيحصل في الوزارة واستحداث كل أساليب التكنولوجيا لتسهيل على المواطن المصري بيؤكد على نهج الوزارة في التواصل والتوصل إلى التطوير والتكنولوجيا المستمرة لتلبية تطلعات المواطنين في خدمة سهلة وميسرة. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. شهدت آليات استخراج تصاريح العمل بوزارة الداخلية تطوراً كبيراً وتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، فبالإضافة إلى إتاحة تجديد تصاريح العمل عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، استحدثت الوزارة خدمة جديدة للمصريين العاملين بالخارج لأول مرة، وهي استخراج تصاريح العمل لهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث بدأت الخدمة للعاملين ب12 دولة كمرحلة أولى، وتم التوسع فيها حالياً لتشمل المصريين العاملين بكل الدول من خلال خطوات ميسرة محددة، مع إرسال التصريح لطالبه على العنوان المحدد عبر البريد المصري. أو إرساله لطالب الخدمة على هاتفه المحمول من خلال خاصية QR كود، وبما يحافظ على حقوق المصريين العاملين بالخارج. بقت كل حاجة عن طريق الويب سايت، فما بقتش محتاجة المجهود ان الواحد ينزل ووقت يضيع، لا وانت قاعد مرتاح خالص، يعني تخلص وتيجي لحد عندك يعني. وقد أتاحت الوزارة استلام تصاريح العمل بنظام QR كود، وهي استلام التصاريح على الهواتف المحمولة دون الحاجة للتوجه لمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل أو فروعها الجغرافية لاستلامه، سواء كان التقديم في الإدارة أو على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وهو ما يوفر على طالب الخدمة عناء الانتقال أو حمل تصاريح ورقية، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.
كارت معايا على التليفون او ممكن اطبعه واخرج بيه اتحرك بيه احسن من اني اجي وارجع اطلع التصريح نفسه معايا وكده، بقى الموضوع بيبقى اسهل يعني. عند توجه المواطن لمنافذ السفر لمغادرة البلاد يمكنه إبراز تصريح العمل المرسل إليه عبر خاصية QR كود. في الوقت ذاته يكون قد تم إختار كافة منافذ السفر المصرية بالتصريح. بيجي لي QR كود برجع بيه وانا داخل الجوازات، مجرد بس بيبص على QR كود الموضوع خلاص. فالموضوع ما بيبقاش محتاج ان انا اروح مشوار عشان اقدم ورق وبعد كده ارجع تاني اروح عشان استلم. 47 وحدة لتصاريح العمل على مستوى الجمهورية، ومقر الإدارة بالمجمع الأمني بالقاهرة الجديدة تقدم خدمة استخراج تصاريح العمل بشكل حضاري وميسر، إضافة إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت. احنا بالظبط دخلنا يعني الجولف كار اللي اخدتنا من بره وصلنا لهنا، دخلنا التعليمات واضحه، ادخلوا شباك كذا، اعملوا كذا، الرساله هتجيلكم كذا، كانت الامور كلها واضحه تماما صراحه، ويعني هي حاجه تسعدنا. انا مبسوطه جدا ان جيت هنا وما خدتش 3 دقايق وكنت مخلصه كل حاجه. هذا التطوير الشامل الذي تشهده تصاريح العمل يؤكد على نهج وزارة الداخلية المتواصل في التطوير والتحديث لتلبية تطلعات المواطنين في خدمة أمنية متطورة في الجمهورية الجديدة. برحب بحضراتكم من جديد. الحقيقة أن وزارة الداخلية بتهتم جدا بتنمية الوعي وأيضا التثقيف والتحصين الفكري ضد كل أفكار هدامة، واستكمالا لسلسلة ورش العمل اللي بتقوم بيها وزارة الداخلية واللي بتعقد تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات الدول. نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة خلال الأيام الماضية ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وفي خلال 5 أيام تناولت ورشة العمل عدد كبير من الموضوعات الهامة اللي ليها صلة بحروب الجيل الرابع وآليات مواجهة الشائعات وهدم الدول وكل هذه الأفكار الهدامة والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية. هذه الورشة وغيرها من ورش العمل اللي بتعقدها وزارة الداخلية في إطار بتستهدف به تنمية الوعي وتشكيل حائط صد مجتمعي ضد مخططات هدم الدول والتأكيد على الجهود المبذولة لبناء الدولة. أشاد المشاركين في هذه الورشة اللي رفعت فعلا لديهم الوعي، أشادوا بالتنظيم والمحاضرات وأيضا المتخصصين اللي شاركوهم بأفكار جديدة في هذا المجال. وده طبعا بيشيد وبيشاور على الدور الرائد اللي بتقوم به وزارة الداخلية في بناء الوعي وتحصين العقول ضد الأفكار الهدامة. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري، واستكمالا لسلسلة ورش العمل التي تعقدها تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. أحيي وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على أنها يعني بتقوم بدور مهم جدا في نشر الوعي فيما يتعلق بتخصصات عديدة. أنا النهارده بتكلم عن الاقتصاد. في هذه المحاضرات اللي قمنا بيها بنبين قد إيه الاقتصاد بتاعنا يعني بيلعب دور مهم جدا. النهارده عندنا الحقيقة كوادر من وزارة العدل للحديث عن الوعي وصناعة الإعلام وصناعة الأخبار وإزاي نقرأ الخبر وإزاي إن أنا أقدر من غير تهوين ولا تهويل أتعامل معاه. تناولت ورشة العمل على مدار 5 أيام عددا من الموضوعات الهامة ذات الصلة بحروب الجيل الرابع وآليات مواجهة الشائعات التي تستهدف هدم الدول من الداخل والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية. توجه بالشكر لوزارة الداخلية لكونها ليست فقط تعمل على أمن البلاد وإنما أيضا عندها رسالة توعوية كبيرة
من خلال مؤسساتها داخل هذه الوزارة العريقة للتخاطب والنقاش مع المجتمع. التقينا بقامات علمية وفرت لنا معلومات لم تكن متاحة إلينا وعملت لنا زيادة في الوعي. كان في بعض الأمور كنت مفتقدها، ما كانش عندي فكرة كاملة عنها، كونت فكرة كاملة عنها بناء على المحاضرات أو ورشة العمل والمناقشات. لازم يكون الواحد خارج من الدورة دي قادر ان هو الإفادة اللي هو خدها تعم على الناس اللي بيتعامل معاها. هذه الورشة وغيرها من ورش العمل التي تعقدها وزارة الداخلية في هذا الإطار تستهدف تنمية الوعي وتشكيل حائط صد مجتمعي ضد مخططات هدم الدول والتأكيد على الجهود المبذولة لبناء الدولة. وقد أشاد المشاركون بهذه الورش التي رفعت الوعي لديهم. طلعنا على كثير من النقاط اللي كانت ممكن تبقى غايبة عننا، زي كيفية تأثير الشائعات على المجتمع وعدم معرفة مصدرها. دورنا بقى بعد ما بنخلص الورشة دي، دورنا في العمل الإداري وفي الجهاز الإداري للدولة إن احنا نقدر نوعي زملائنا في العمل ونوضح لهم الصور الحقيقية. بشكر وزارة الداخلية على هذه الدورة العظيمة اللي استفدنا منها كلنا أنا وزمايلي في جميع الوزارة. تنظيم هذه الورش استمرارا للدور الرائد الذي تطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية لبناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات التشكيك والهدم ونشر الشائعات. الحقيقة أن وزارة الداخلية بتهتم بكل فئات المجتمع، لا سيما الأطفال وخصوصا الأطفال الأيتام. ويمكن في شهر أبريل دايما بنحتفل بيوم اليتيم. تنوعت الاحتفالات من قبل وزارة الداخلية في هذا الشهر بيوم اليتيم. فالحقيقة شفنا وزارة الداخلية وخصوصا الإدارة العامة للمرور بتستقبل عدد من أطفال دور رعاية الأيتام، وتم توزيع هدايا عليهم واللي أسعدتهم الحقيقة جدا، وكتيبات إرشادية وتنظيم محاضرات عن قواعد وآداب المرور. وأقامت لهم الإدارة المدينة المرورية للأطفال، وده عشان يتعرفوا على كل القواعد المرورية. ويمكن المدينة دي فيها شوارع وعربيات وطرق وميادين عشان يعرفوا تفاصيل القواعد المرورية الواجب اتباعها. مش بس كده، لكن في إطار طبعا كمان احتفال وزارة الداخلية بيوم اليتيم، قام قطاع حقوق الإنسان بتنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام وكمان دور رعاية الأيتام من ذوي الهمم، وتم الاحتفاء بيهم وكمان وزعوا هدايا جميلة عليهم أسعدتهم الحقيقة جدا وأدخلت البهجة والفرحة على قلوبهم، وأكدت على مدى اهتمام وزارة الداخلية بكل فئات المجتمع. وخلال الحقيقة هذه الزيارة كمان كان في مصطحب هذه الزيارة قوافل طبية، وده شيء كمان في غاية الروعة. تم من خلاله الكشف على الأطفال الأيتام وتقديم الرعاية الصحية الملائمة ليهم، وكمان تقديم الأدوية اللي محتاجينها ليهم اللازمة بالمجان. وقامت مديريات الأمن المختلفة كمان بالاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام واستقبال نزلاء هذه الدور بالمواقع الشرطية المختلفة، وقدموا كمان ليهم الهدايا الدعم. وهذا الدعم اللي بتقوم به وزارة الداخلية نابع من يعني مسؤولية مجتمعية هامة جدا، وإحساس وزارة الداخلية بأنها فعلا مهتمة بكل فئات المجتمع المصري. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام يتم الاحتفال بيوم اليتيم، والذي يعكس مدى الدعم والمساندة التي يقدمها المجتمع لهم. وتحرص وزارة الداخلية ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية على الاحتفاء بهذه المناسبة. ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. تنوعت الاحتفالات التي نظمتها وزارة الداخلية للأيتام، فقد استقبلت الإدارة العامة للمرور عددا من أطفال دور رعاية الأيتام، وتم توزيع هدايا وكتيبات إرشادية وتنظيم محاضرات عن قواعد وآداب المرور. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل. كما أقامت لهم الإدارة المدينة المرورية للأطفال،
والتي تعتبر نموذج مصغر للشوارع والميادين والسيارات تعرفوا من خلالها على القواعد المرورية الواجب اتباعها. احنا كنا في الإدارة العامة للمرور وقعدوا الضباط يشرحوا لنا ازاي نعدي الشارع ويعلمونا السواقة. نحب نشكر الضباط عشان هم بسطونا ولعبوا معانا كتير قوي، لعبونا بالعربيات. كان يوم جميل ولعبنا بالعربيات وتعلمنا السواقة وكمان خدنا هدايا. بشكر الضباط النهارده عشان هم كانوا معانا في اليوم الجميل ده. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاج. وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للأطفال الأيتام، فقد قام قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم زيارات إلى دور رعاية الأيتام، وكذا دور رعاية الأيتام من ذوي الهمم، حيث تم الاحتفاء بهم وتوزيع هدايا عينية عليهم أدخلت الفرح والبهجة في نفوسهم، وأكدت مدى الاهتمام بهم والرعاية المقدمة لهم. الزيارة دي بتفرق كتير مع الأطفال، هم بيزوروا الأطفال وبيشوفوا الأطفال وبيحسسونا قد إيه هم موجودين معانا طول الوقت وبيساعدونا على رعاية الأطفال. وطبعا بنقدم كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بذوي الهمم. أبنائنا سعيدة اليوم بالزيارة ديت، ودايما وزارة الداخلية على طول الزيارات دي دائمة معانا. مبسوط عشان الضباط اللي هم جم وادونا هدية، والمفروض إن احنا نقول لهم شكرا. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاج عليها دشان. في هذه الزيارات تم اصطحاب قوافل طبية للكشف الطبي على نزلاء هذه الدور من الأيتام وتقديم الرعاية الصحية الملائمة لهم مع صرف الأدوية اللازمة. النهارده الضباط جيهم هما والدكاترة وكشفوا علينا ولعبوا معانا وجابوا لنا هدايا ولعب. احنا اتبسطنا كتير معاهم واحنا بنحبهم جدا جدا. شكرا للضباط جاهم ولعبوا معانا واحنا اتبسطنا قوي. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاج عليها دشان. أنا الإحساس، أنا الطيبة وصدقي للحقيقة ميزان، أنا رسالة. كما قامت مديريات الأمن بالاحتفاء بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لدور رعاية الأيتام واستقبال نزلاء هذه الدور من الأيتام بالمواقع الشرطية المختلفة وتقديم هدايا لهم. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاج عليها دشان. أنا الإحساس، أنا الطيبة وصدقي للحقيقة ميزان، أنا رسالة بمعاني كتير في كل مكان. دعم وزارة الداخلية للأطفال الأيتام دعم متواصل على مدار العام من خلال الزيارات لدور رعايتهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فهو دعم يجسد أسمى معاني التكافل والتراحم. مشاهدينا، أتمنى تكونوا استمتعتم بكل ما قدمناه ليكم، وأتمنى لكم أسبوع سعيد وأعياد مجيدة، وألقاكم على كل خير وسلام الأسبوع القادم بإذن الله وحلقة جديدة والمواطن المصري.